انتم تعرفون هاي العربانه المن؟ أشهد أن لا إله إلا الله. هذا الطفل بنفس الوقت هو مؤذن وهو من ذوي الهمم، ويتمنى تكون عنده عربانه كهربائيه حتى تكون عليه وسيله النقل من البيت للجامع بسهوله. بالمهلي يمه بنفس الوقت هي هاي بيبيته وهي امه. شلون؟ لان هي اللي ربته، لا امه ولا ابوه ربوه، هي ربته من عمره 3 ايام، فكلش تحبه. فهذا المثل اللي امي دائما كانت تقول لي اياه هسه عرفت شنو هو، ما اغلى من الظنه الا ابن الظنه. خلينا نروح عليه. ما ادري عني ليش هذا الطفل بس سمعت قصته وشفت الفيديو إله حبيته. وين عباس؟ لك احلى عباس بالدنيا. عباس تدري بيبيتك ايش قد تحبك؟ هي كلش تحبك وكلش فخوره بيك، تقول مؤذن وخوش ولد وسبع، واني كلش احبه واتمنى تكون عنده عربانه كهربائيه، وقالت هاي هي امنيته. فالعربانه راسا اجتك، هاي العربانه الك. زين عباس، انا اريد اسالك سؤال، منو اللي شجعك على الاذان؟ حبوبتي كل شيء حبوبتي، يعني ليش تبكي؟ الأذان. شوفي انت رب العالمين منطيك فد شغله كلش حلوه. شنو هي؟ انه هذا النعمه الي. اي النعمه الك، ووجهك سبحان الله انه رب العالمين منطيك نور. الحمد لله. فهذا النور صعب يجي لكل انسان، وانت مربيته من 3 ايام؟ الحمد لله، من عمره 3 ايام اني بالمستشفى وياه، فتعلق بي اكثر. وانت هم تعلقتي بيه؟ وتعلقت بي، ما اقدر امسح الدمعه. الحمد لله. هم رايحه عمره انت؟ اي والله، بس اريد اوديه. يعني انت تتمنى تروح عمره؟ اي اريد، لان انا من اريد من رب العالمين اريد اروح للعمره. تعرف اكو فد شخص اسمه ابو جنه من الموصل؟ فاحنا نقول له ابو جنه عباس، ابو بيت عباس، هم يريدون يروحون للعمره. هو باكر عنده رحله راح يطلعون 40 واحد للعمره. ابنه مريض، اريد من عندك بس تدعين لابنه يقوم بالسلامه. ان شاء الله والله اطلع. واني متاكد والله العظيم بس يشوفكم راح يدزكم عمره. هاي العربانه اجتك من شخص من اهالي اربيل، يمكن عنده متوفين 2 مولود وانتصار، فدزن هاي صدقه جاريه لهم ونسال الله ان يتقبلها. هاي هديه لك.